السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد حبيب الله. ما تنساوش حباباتي كامل تصلوا على النبي باش نزيدو نستفادو، يكون فيها كما نقولوا حسنة لو كان صغيرة. حباباتي اليوم جبت لكم وصفة سهلة بنينة رائعة قمة في البنة. هي وصفة من وصفات أمي اللي كنت صغيرة كنت بزاف نحبها. هذه الوصفة بما أنه راني كنت في بيت العائلة بروفيتيت لوكازيون ودرت مع وصفة مع أمي اللي كانت فرحانة بزاف بهذه الوصفة، وقالت لي معليش ندعمك في القناة وراح نديرها لخياتك تاني باش يستفادوا منها باسكو ماشي كامل يعرفوها. بون شوفوا حباباتي، قبل ما ندخلوا في الفيديو وندخلوا في الوصفة ماذا بيا تقوموا بالاشتراك في القناة ودعمها وتدخلوا لي تعليقات طيبة كيما مالفين باش تفرحوني. يلا ندخلوا في القناة، ندخلوا في الوصفة عفوا. هنا واش نسحقوا كيما راكم تشوفوا، استعملت هنا كميه من زيت شويه زياده باسكو على هاد الباستا كل واحد واش يقولها. كاين يقولها باستا لا لينغويني، كاين يقولها واحد الرشته. رشته ماشي رشته اللي ناكلوها تاع باللفت وبالمرقه ولا لا هذيك الرشته اللي نستعملوها كي جايه كي سباغيتي وهي جايه بلات. هذيك كل واحد كيفاش يقولها، كاين يقولها باستا لينغويني، كاين يقولها هذيك الرشته العريضه كيما نقولوا. بون هنا واش استعملنا بعد ما رحيت البصل والثوم ودرت شويه زيتون دي نوايوتي، استعملت الراند كيما راكم تشوفوا هنايا. عندنا العكري فلفل الكحل والكمون، وكان عندها ماما شويه هنايا ايبيس تاع الطونه تاع الحوت، درتو استعملته هنا في الوصفه. بعد ما هنا ماما اللي راهي دير في الوصفه حباباتي، من بكم تدخلوا لها تعليقات طيبه باش تفرحوها ودعموها هي تاني معايا في القناه. من داك راح تكون معاها اشتراك في وصفات تاع بكري وتاع زمان اللي كنديرهم لنا. يعني هما مازالهم يتبعوا هذوك الوصفات، كاين سهله وكاين منها كاين شويه معقده بصح راح نديروهم مع بعض. ماما تاني تحب طريقه سهله وسريعه، وهاد ماما تاني تحب الطريقه السريعه والسهله واللي ديرها في دقائق في وقفه في الكوزينه. تاني ما تحبش تطول في بزاف في الكوزينه. يبا انا خرجت لي على هذه الطريقه تاع اكسبريس، كل حاجه نديرها في ثانيات وفي دقائق ونكملها. سورتو حنا نسان نحبوا نخدموا شغلنا فيت في ونوضوا شغلنا تاع واحد اخرين، ماشي عندنا غير الكوزينه، عندنا تربيه، عندنا ولادنا، عندنا نقروهم. كاين حوايج بزاف اللي نستعمل نعيشوا بهم في حياتنا اليوميه. هنا كما كتشوفوا، هنا كيما راهي تحمس كلش راهي تحمس مع بعضه. ويعني واحد الريحه راهي تخرج، ما نحكي لكمش هذيك الريحه فكرتني فيا من زمان اللي كنا فيها صغار نتلموا على الطابله ونتلموا مع ابائنا وامهاتنا. يعني هذا الوصفه تاني صح كاينه منها، كل وصفه عندها ذكريات معانا بيان سور. هنا بعد ما كلش راهو يطيب مع بعضه، الزيتون راه يغلى، كلش راه يطيب مع بعضه كيما راكم تشاهدوا لهنا. هذه الكوزينه تاع ماما شوفوها، يعني مالغري يعني تحب كل حاجه في بلاصتها. شوف هنا راهي غير انا وريت لكم، ما وريتكمش بزاف، وريت لكم غير يعني الطباخه كيما نقول كويزينيير برك. هنا بعد هنا شوفوا الباستا هنا كي نرميها بلا ما نغلوها، نرموها ديراكتومون في لاصوص هذيك باش تشرب البنه هذيك وتعطينا مذاق هايل. وما تخافوش هنا الباستا هذيك ماشي راح تلصق لان فيها كميه من الزيت اللي راح تخليها كامل تلصق مع بعضها. هنا نسيو ندخلو نمزجو كلش هذوك كيما نقولوا هذا الرشته ولا الباستا نديروها كامل في لاصوص هذيك تشرب باش طيب لنا بطريقه هايله. ندمجو كلش مع بعضه، ما تقلقيش نورمال هنايا، ما تخافيش منها مش راح تلصق كيما راكم تشاهدوا معايا. والزيتون راه الله راه يعوف هذيك لاصوص البنينه، والبنه تاع الرون تعطيها مذاق هايل. حباباتي انا استعملت في الوصفه هذه طونطومات، ما تاني تقدروا تستعملوا اي اللحم اللي عندكم، تقدروا فيونداشي ولا دنداشي ولا يعني واش عندكم، ولا عندكم كميه من الحوت قعد لكم تقدروا تفتوا وترموه لداخل، راح تجي وصفه بنينه. هنا كلش راهي تخلط مع بعضها وراهي تطيب في غرضها. شوفوا هنا حباباتي ما تخافوش منها، نمزجوا كلش مع بعضها. وهذه مليحه بزاف يكون الحال بارد. الحال بارد يعني راح تدفينا وتسخنا، واللي يحب يدير الحار يقدر يدير الحار، سواء ديري فلفل عكري حار ولا ديري قرن نتاع فلفل قناوه ولا ترمي راس حار داخل. انا كما كنت تشوفوا حباباتي رميت الطونه اون طوماط، فوالا كما كنت تشوفوا. تاكلوا حباباتي بالصحه والراحه، ونتمنى انكم تعجبكم هذا الوصفه وماشي راح تندموا في كي طيبوها، وراح تدعوا لماما وتدعوا لي الى وصفه قادمه ان شاء الله حباباتي.